أمين سليمان. أول حالة بتعاني منها القرية نسبة الأمراض اللي انتشرت من فيروس سي للفشل الكلوي بسبب الصرف الصحي وشركة مياه الشرب. انت حضرتك لو بصيت جنب منك هنا هتلاقي المواسير بتاعة الشرب اللي داخلة للبيوت بتاخد من الصرف الصحي بتاع البلد، ودي أخطر حاجة دمر الشباب ودمر الناس. وديت أول حاجة المفروض الحكومة تتجه لها اتجاه كامل مع متابعة شركة مياه الشرب. شركة مياه الشرب ما فيش أي واحد مسؤول بيجي من مياه الشرب يجي علشان حتى يشوف المواسير اللي هي داخلة. حضرتك انت لو بصيت يمينك هنا هتلاقي المواسير بتاخد من المية وتدخل على البيوت. والشركات بتاعت الفلاتر منتهزينها فرصة، كل يوم بيجي ناس مسؤولين عندنا طقم فلاتر 6 مراحل و5 مراحل و4 مراحل، والمرحلة بتعمل 3000 جنيه و2000 جنيه، وفي ناس هنا مش لاقي حاجة، مش عارفة تشرب مية الشرب. احنا بالنسبة للناس المسنين الكبيرة دي خدت حق وضعها، اما احنا المفروض نتجه للاجيال اللي هي من 3 سنين وسنتين علشان يطلعوا حتى بصحة كويسة. دي اول حاجة. الصرف الصحي حضرتك انت هتنزل البلد دلوقتي وهتشوف الصرف الصحي، هتشوف التفتيش والابيار والشوارع، خدت بال حضرتك؟ يعني حاجة ما حضرتك يا حاج بتوجه صوتك لمين؟ انا بنوجه صوتي للسيد المحافظ وللسيد رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة وللسيد رئيس مجلس الوزراء وللرئيس عبد الفتاح السيسي. المفروض ينزلوا القرى المعدومة ديت ويشوفوا الناس اللي هي يعني ما همش موجودين، ده النجوع.